سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب يا أكرم الأكرمين، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ذنبي، وسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. اللهم اجبرني، اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا حتى تجعلهما الوارث منا، وعافنا في ديننا وفي أجسادنا، وانصرنا على من ظلمنا يا رب العالمين. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فإن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إنا نسألك العافية، العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب يا رب. نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفخر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم اكشف هذه الجائحة يا رب العالمين. اللهم ارفع هذا الكرب يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أرواحنا، وعافنا في قلوبنا. أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إن هذا الابتلاء الذي ابتليته للعالم كله خلق من خلقك. اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون، اللهم أزل هذا الكرب عنا وعن البشرية يا رب العالمين. نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الهرم، ونعوذ بك من عذاب القبر وفتنة الدجال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعلهما الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا يا رب العالمين. أنت أرحم الراحمين ورب المستضعفين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك
وأنت ثقتنا ورجاؤنا، يا غياث المستغيثين، يا منجي الهالكين. اكفنا شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارقا يطرق بخير. اللهم يا أرحم الراحمين اشف كل مريض واشف أنت الشافي، أذهب الباس رب الناس وعافنا، أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يا أرحم الراحمين، يا كافي، يا وافي، يا حميد، يا مجيد، ارفع عنا كل هذا البلاء واكفنا يا رب العالمين من كل مرض. اللهم يا أرحم الراحمين، لا فرج إلا فرجك ولا لطف إلا لطفك، فرج عنا كل هم وغم وكرب، وارفع عنا هذه المحنة والبلية وادفعها بيدك القوية، إنك على كل شيء قدير. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا وتجاوزك عن خطايانا وسترك القبيح من أعمالنا أطمعنا أن نسألك ما لا نستوجبه مما قصرنا فيه، ندعوك آمنين ونسألك مستأنسين، فإنك المحسن إلينا ونحن المسيئون إلى أنفسنا فيما بيننا وبينك. تتودد إلينا يا ربنا بنعمك ونتبغض إليك بمعاصينا، ولكن الثقة بك حملتنا على الجراءة عليك، فخذ بفضلك وإحسانك علينا يا رب العالمين، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين، تعلم أننا بالجهالة معروفون وأنت بالعلم موصوف، وقد وسعت كل شيء رحمة وعلما من جهالتنا بعلمنا يا رب العالمين. وسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك، واغفر لنا. اللهم إنك على كل شيء قدير، يا الله يا ملك يا وهاب، هب لنا من نعماك ما علمت لنا من رضاك، واكسنا كسوة تقينا بها من الفتن في جميع عطاياك، وقدمنا عنك يا رب العالمين، ولا تؤخرنا، والطب بنا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم اكسنا من رحمتك وأفض علينا من فضلك، يا الله يا لطيف يا رزاق يا قوي يا عزيز، يا من له مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة آجالنا التي ختمت بها لأوليائك، واجعل خير أعمالنا وأسعدها يوم أن نلقاك، وزحزحنا في الدنيا عن نار الذنوب، وأدخلنا بفضلك في ميادين الرحمة، واكسنا من نورك جلابيب العصمة، واجعل لنا ظهيرا من عقولنا ومهيمنا من أرواحنا ومسخرا من أنفسنا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك، وقلبا منعما بشكرك، وبدنا هينا لينا لطاعتك، وأعطنا مع ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والمحبة الجامعة والخلة الصافية والمعرفة الواسعة والأنوار الساطعة والشفاعة القائمة والحجة البالغة والدرجة العالية يا أرحم الراحمين. فك وثاقنا من المعصية ورهننا من النعمة يا رب العالمين بمواهب المنة. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. يا رب ذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها، واحملنا على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها. يا رب امح من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها، وأفض علينا من بحر كرمك وعفوك حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها، واجعل عند الموت يا رب العالمين الشهادتين هي على ألسنتنا. اللهم إنا نسألك توبة سابقة منك إلينا، لتكون توبتنا نابعة إليك وتابعة منا ومن فضلك وكرمك وجودك، وهب لنا التلقي منك كتلقي آدم منك الكلمات، ليكون قدوة لنا في التوبة والأعمال الصالحة. باعد بيننا وبين العناد والإصرار والتشبه بإبليس. اللهم رضنا بقضائك وصبرنا على طاعتك وعن معصيتك وعن الشهوات الموجبات للنقص أو البعد عنك، وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نحب غيرك ولا نعبد شيئا سواك، وأوزعنا شكر نعمائك، وغطنا برداء عافيتك، وانصرنا باليقين والتوكل عليك،
وأسفر وجوهنا بنور صفائك، وأضحكنا وبشرنا يوم القيامة بين أوليائك، واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا برحمتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا نعم المجيب، يا نعم المجيب، يا نعم المجيب، يا من في علوه قريب، يا ذا الجلال والإكرام، يا محيطا بالليل والأيام. أشكو إليك غم الحجاب وسوء الحساب وشدة العذاب، وإن ذلك لواقع ما له من دافع إن لم ترحمنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك أن تتغمدنا في يومنا وفي ليلتنا هذه بما تتغمد به من جاء إليك متنصلا وعاد باستغفارك تائبا، وتولنا بما تتولى به أهل طاعتك، ولا تؤاخذنا بتفريطنا في جنبك ومجاوزة أحكامك، وافتح لنا أبواب قربك يا رب العالمين ورأفتك ورزقك الواسع. إن إليك من الراغبين، وأتمم لنا إنعامك، أنت خير المنعمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين، نسألك ألا تؤاخذنا بمن طوت عليه ضمائرنا وأكنته سرائرنا من أنواع القبائح والمعايب التي تعلمها منا ولا نعلمها يا أرحم الراحمين. نسألك قبول السؤال يا أرحم الراحمين وحسن المآل. نسألك الشكر على نعمائك ومزيد إفضالك والبركة فيما أعطيتنا، وأن تعاملنا بلطفك في أقضيتك. نعوذ بك يا عظيم من طول الغفلة واستدراج المهلة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من كل ما نخاف ونحذر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نسألك باسمك الجامع ونورك اللامع ادفع عنا كل سم ناقع وكل داء قامع، ونعوذ بك من كل وباء إنك مجيب سميع عليم يا أرحم الراحمين. نسألك إخلاصا في الأعمال وصدقا في الأقوال والأحوال ورضا عميما وفيضا جسيما. نسألك بالاسم الأعظم أن تصحبنا بالنصر والظفر والتيسير يا أرحم الراحمين. يا الله بك تحصنا. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم بأسمائك العظام أن تكرمنا كرما ما بعده كرم، وأن تعطينا نفحة تنظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. أصلح بين الأزواج والزوجات، أصلح بين الرعاة والرعية. اللهم اطرد عنا كل شر وبلية يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم يا رب العالمين من عادنا فعاده، ومن كادنا فكد، ومن بغى علينا بمهلكة فأهلك، ومن نصب لنا فخا فخذه، وأطفئ عنا نار من شب ناره علينا، واكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. لا تجعل في قلوبنا لسواك ودا، فإنا لا نقول لك ضدا ولا شريكا ولا ندا، إنك على كل شيء قدير. استرنا واحفظنا في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا وولدنا وأصحابنا وأحبابنا بسترك الذي سترت به ذاتك، فلا عين تراك ولا يد تصل إليك إلا بالدعاء إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من يستغاث به إذا عدم المغيث، وينتصر به إذا عدم النصير، وينتفع به إذا غلقت أبواب الملوك المرتجة يا أرحم الراحمين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إلا أحييت الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا وهمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة وادخلنا الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسبنا الله ونعم الوكيل. فوضنا أمرنا إليك يا رب العالمين. يا الله احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك وركنك الذي لا يرام. إنه قد تيقنت قلوبنا أنك أنت الله لا إله إلا أنت،
وإنا لا نهلك وأنت رجاؤنا. يا رحمن يا رحمن يا رحمن، ارحمنا بقدرتك علينا يا رب العالمين. يا عليم يا حليم، وأنت بحالنا خبير، وعلى خلاصنا قدير، وهو عليك يسير، فامنن علينا بقضائه يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أسرع الحاسبين يا رب العالمين. اللهم احجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين. بك نستعين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسر العظام لحما بعد الموت، أغثنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب واجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب واجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية، واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني في ثأري، وأقر بذلك عيني يا رب العالمين. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الواجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما. أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، ولساننا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، ومالنا من الربا، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عافنا يا رب العالمين، وأدخلنا في رحمتك، واقضي كل شيء وآجالنا في طاعتك، واختم لنا بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا رحمن يا رحمن، قلبي بين أصبعيك الكريمتين تقلبه كيف تشاء، فثبت قلبي على دينك، واجعل قلبي يطمئن بذكرك، وأنزل السكينة في قلبي، وألزمني كلمة التقوى، واجعلني يا رب العالمين أحق بها وأهلها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أعوذ بك من الكسل والبخل والجبن ومن الهرم، وأن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك يا رب العالمين، مثنين عليها قابلين لها، وأتمها علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم يا رب اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك،
فأنت مولانا وولينا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، ونسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم ألهم نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. يا رب اللهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطاياي وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه منك. بعلمي بجودك ومنك وفضلك أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، فإنك المحسن إلي وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك. أنت يا رب تتودد إلينا بالنعم مع غناك عنا، ونتبغض إليك بالمعاصي مع فقرنا إليك، ولكن الثقة بك حملتنا وجرأتنا على الجراءة عليك، فجد بفضلك وإحسانك علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا أنت الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو أن يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت غياثي فبك أستغيث، وأنت عياذي فبك أعوذ، وأنت ملاذي فبك ألوذ، يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة. أعوذ بجلال وجهك وكرم جلالك من خزيك وكشف سترك ونسيان ذكرك والإضراب عن شكرك. أنا في حرزك وكنفك وكلاءتك في ليلي ونهاري ونومي وقراري وضعني وأسفاري وحياتي ومماتي، ذكرك وشعاري وثناؤك دثاري. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، تشريفا لعظمتك وتكريما لسبحات وجهك يا أكرم الأكرمين. أجرني من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سرادقات حفظك، وأدخلنا في حفظ عنايتك، وجد علينا بخير يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك ابتدأت الخلق من غير حاجة لك بهم، بل أن نحن المحتاجون إليك، ثم أجعلتهم فريقين، فريقا في النعيم وفريقا في السعير، فاجعلنا للنعيم ولا تجعلنا للجحيم يا رب العالمين. اللهم أنت خلقت الخلق فرقا وميزتهم طرقا قبل أن تخلقهم، فاجعلت منهم شقيا وسعيدا وغويا ورشيدا، فأسعدنا بطاعتك ولا تشقنا يا رب العالمين بمعصيتك يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا برحمتك دارك دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وادخلنا الجنة برحمتك. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا يا رب العالمين فيها. اللهم قوني في ديني وأعني على قضاء ديني. اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر، وإيماني بك يهديني إلى كل خير، ورجائي فيك يحفظني من كل درن. إلهي هذا ضعفي وذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك. أنت المعافي فعافني، وأنت الشافي فاشفني، وأنت القوي فقوني، وأنت المعز فأعزني، وأنت الغني فأغنني، وأنت الرحمن الرحيم يا رب العالمين. اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، فجد إلهي بما أعطيت على ما به قضيت، وأنت على كل شيء قدير. إلهي بمن أستعين إن لم تعني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني، فمن سواك أدعو ومن غيرك أرجو، ما لي أحد سواك. يا الله يا الله يا رباه يا غوثاه، يا من تجيب المضطر إذا دعاه، يا من يسمع العبد إذا ناداه. أناديك يا الله وأدعوك يا رباه أن تكشف عني همي وأن تزيل غمي، يا كاشف الهم يا مزيل الغم، يا رحمن يا رحيم يا عفو يا كريم. ارحمني وعافني واشفني واعف عني
يا الله يا رباه، يا من أمره بين الكاف والنون، وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أكرمني بإرادتك لي بالنجاح والتوفيق والعافية والشفاء والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا من هو في الأرض إله وفي السماء إله، يا من عنت له الوجوه وذلت لعظمته الجباه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يسمع العبد إذا ناجاه، يا من ليس معه إله يدعى ولا رب يرجى ولا خالق يخشى، يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. أسألك يا إلهي أن تحقق لي أملي وأن تصلح لي قولي وعملي. أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم أن تجيب بفضلك دعائي. اللهم لا تسلمنا إلى عدو يؤذينا ولا إلى صديق يردينا، وارزقنا رزقا حلالا يغنينا يا أكرم الأكرمين. لا تشمت بنا أعداءنا بدائنا، واجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، فنحن يا رب أنا العليل وأنت المداوي، وأنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم احفظ علينا عقولنا وديننا، وبك يا رب ثبت يقيننا، وارزقنا رزقا حلالا يكفينا، وابعد عنا شر ما يؤلمنا ويؤذينا، ولا تحوجنا يا رب إلى طبيب يداوينا، فأنت المداوي يا أكرم الأكرمين، يا خير من سئل وأجود من أعطى وأكرم من عفا وأعظم من غفر وأعدل من حكم وأصدق من حدث وأوفى من وعد وأبصر من راقب وأسرع من حاسب وأرحم من عاقب وأحسن من خلق وأحكم من شرع وأحق من عبد وأولى من دعي وأبر من أجاب. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد الواحد الأحد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك، أن تقبلنا وأن تجبرنا وأن تجيرنا من النار بقدرتك. اللهم نجنا من النار ومغفرة بالليل والنهار. اللهم يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا غياث من لا غياث له، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا كاشف البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عون الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا محسن، يا منعم، يا متفضل. أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الرعد وحفيف الشجر. يا الله لا شريك لك يا رب. يا رب أنت ثقتنا، أنت رجاؤنا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. استر بناتنا واحفظ أولادنا واهد نساءنا، وارض عن آبائنا وأكرم أمهاتنا، واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا. كما نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك العدل عند الغضب والرضا والقصد عند الفقر والغنى. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وتحية الملائكة المقربين، وأن نكون من أصحاب عليين في روح وريحان عند رب راض غير غضبان. يا أرحم الراحمين ارزقنا هجرة من المعصية إلى الطاعة، ومن الفرقة إلى الجماعة، ومن الضعف إلى القوة، ومن الفتنة إلى العصمة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الهزيمة إلى النصر، ومن الذلة إلى العزة، ومن الجهل إلى العلم، ومن الظلمة إلى النور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم انظر إلينا في هذه الليلة نظرة رضا ترضى بها عنا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. شكى إليك يعقوب فخلصته من حزنه،
ورددت عليه ما ذهب من بصره، وجمعت بينه وبين ولده. ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه، ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه، ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه، ولقد علمت ما نزل بإبراهيم فأنقذته من نار عدوه، وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه. فها أنا ذا عبدك، إن تعذبني بجميع ما علمت من عذابك فأنا حقيق به، وإن ترحمني كما رحمتهم مع عظيم إجرامي فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم به يا أكرم الأكرمين. فليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك، بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك. اللهم يا رب إن لم نكن لرحمتك أهلا أن ننالها فرحمتك أهل أن تنالنا وأن تصل إلينا. يا رب نعوذ بك من الشيطان ومن همزه ونفثه ونفخه، نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار يا أرحم الراحمين، ومن شر كل طارق إلا يطرق إلا بخير. نستحفظك ونستودعك يا رب العالمين ديننا وأبداننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وبناتنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا إياه. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي شر، ومن شر كل شر، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم جنبنا الحرام حيث كان وأين كان وعندما كان، وحل بيننا وبين أهله. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان عسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معدوما فأوجده، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فأقلها. اللهم احفظنا من الحرام ومن فعل الحرام ومن قول الحرام ومن أكل الحرام يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد. اجمعنا بيننا وبين طاعتك على بساط مشاهدتك، وفرق بيننا وبين هم الدنيا والآخرة، وتب علينا يا رب العالمين في أمرهما، واجعل همنا أنت ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا في هذه اللحظات من عتقائك من النار، ومن الذين قبلت منهم صلاتهم وصيامهم وقيامهم وصدقاتهم ودعائهم، واحفظنا يا رب العالمين وتولنا يا أكرم الأكرمين. اجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل يا رب العالمين إلى الجنة مآلنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اغفر لوالدينا واغفر لأصحاب الحقوق علينا، وارحم أموات المسلمين يا رب العالمين. اسقنا من يدك رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب يا أرحم الراحمين. اجعلنا في آخر رمضان من عتقائك من النار، ومن الذين نظرت إليهم نظرة رضا فلا راد لقضائك، فأنت الكريم أنت العفو أنت الغفور، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت غير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.